7 صفات بتميز الرجل المعقد، مش بتميزه بمعنى ان هو شيء جميل فيه، لا. تقدري تحكمي على الراجل اللي قدامك انه معقد لو شفتي فيه ال7 صفات دول، مهما كانت واختلاف حالته وبيئته وثقافته. في 7 صفات كده تم الاجماع عليها. اياك لو انت لسه ما اتجوزتيش تدخلي جوه الجواز تغضي الطرف عنها وتستمري في العلاقه، ولو اوريدي اتجوزتي لازم تبقي فاهمه ان هو معقد، فيبقى رد فعلك على هذا الاساس. هو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. بس قبل ما نبدا في الفيديو لازم اشكر كل الناس اللي شرفوني ودعموني بالاشتراك في القناه. اشكركم جدا لوجودكم في حياتي. اتمنى لو الفيديو فعلا علمك حاجه، اتمنى تدعميني باللايك وشاركيه مع صديقاتك علشان تعم الفايده قبل ما يقعوا في الفخ. ركزوا معايا واحده واحده. بصوا حبايبي، نمرة 1 الراجل اللي ما عندوش اي شعور بالرضا في كل ما يتعلق بحياته، بشكله، بلبسه، بمهنته، بالواقع الاجتماعي، الواقع المهني، الواقع الزوجي. اي حاجة متعلقة بحياته هو غير راضي عنها، دايما حاسس انه مظلوم. مش وبس، تلاقيه بيتضايق جدا وبيغضب وبيصب غضبه على الاشخاص اللي من وجهة نظره بيتمتعوا بصفات معينة هي مش عنده، وتلاقيه دايما غضوب على طول بشكل غير طبيعي. الغضب ده بيستخدمه انه يغطي على شعوره بالنقص اللي هو حاسس بيه. بتلاقيه لما بيغلط في حد هو ما بيحسش اصلا انه غلط، وبالتالي ما بيقدمش اعتذار لحد. انتوا فاهمين؟ دي حاجه. نمرة 2 الرجل المعقد ما بيخططش لمستقبله اصلا، وتلاقيه بيقوم بانجازات بسيطه ويكتفي بربح صغير، وهو كده راضي، هو كده مكتفي. يعني حتى ساعات تلاقيه بيقوم ببعض الخطوات وهو اللي ممكن تعمل مصايب بعد كده، مش بيهمه النواتج والعقبات اللي ممكن تحصل بعد كده. خطير جدا. نمرة 4 الراجل ده ما بيظهرش مشاعره ولا بيحاول يظهرها مهما كان اللي حواليه محتاجين دعم وتشجيع واحتضان. هو شايف نفسه محور الكون. هتعيش مع واحد زي ده ازاي يعني؟ نمرة 5 يتسم الرجل ده بالأنانية، ما عندوش أي مانع إنه يعمل كل اللي يراضيه هو بغض النظر عن اللي حواليه في أي موضوع في الدنيا. مهما كان الموقف هو بيفكر في نفسه. تلاقيه يخترق كل القواعد أدام بتصب في مصلحته هو. تلاقيه بيعارض أي قول أو فعل للآخرين لمجرد إنه ضد مصلحته، ومش همه الانزعاج الصعب جدا اللي بيحس بيه الناس اللي حواليه. نمرة 3 الرجل المعقد بيتسم بالغرور. ده لازم كل اللي حواليا يعملوا كل اللي انا عايزه ويحققوا كل رغباتي، من غير حتى هو ما يحاول يبادلهم المصالح يعني او الخدمات او كده. هو شايف انه انا الكل لازم يخدمني. يعني انتوا عارفين انه ساعات بيسعى انه يحقق اهدافه الكبيره والصغيره من خلال الاخرين. نمرة 6 الراجل المعقد ده بتلاقي حياته اتحولت، حياته الزوجيه لحلبة صراع. احنا ديننا قال سكن ورحمه وموده، ازاي يحولها لحلبة صراع؟ الرجل المعقد ممكن يقوم بامور، مغامرات، مواقف تعرض مصير أسرته كلها للخطر. هو لا يهتم ولا بيفكر ولا بيحسبها. تروح عمل قرض وشحت عياله، مرتبه كله رايح على القرض ومش همه ده. يعني قد ايه شيء مؤلم ان ما يفكرش اصلا ولا يحتسب هل اسرته هتبقى مبسوطه فرحانه حزينه، ايه الاثر اللي هيجي عليهم. ازاي انسانه تربط حياتها بهذا النوع من الرجال؟ انتبهي لهذه الصفات وخدي بالك، وإياك تقولي انا اقدر اغيره بعد الجواز. حبايبي، قاعده محدش بيتغير، واللي انت شايفاه دلوقتي هيبقى اضعافه بعد الجواز ومن اسوأ لاسوأ. اتمنى يا بنتي لو الفيديو
عجبك تعملي لايك، شاركيه لصديقاتك عشان يتعلموا. انا بحبكم قوي وبخاف عليكم قوي.